تعالوا نعمل مع بعض النهاردة طاجن بامية. هنعمل البامية بطريقة حلوة قوي قوي، هتعجبك جدا. طريقة زمان واكلات زمان الحلوة اللي ريحتها بتبقى مفحفحة وجايبة اخر الدنيا. هتعملي طاجن بامية باللحمة، وممكن تعمليها بنفس الطريقة من غير لحمة. هقولك على كل تكاتها واسرارها، بما اننا في موسم البامية يبقى لازم نعمل طاجن بامية باللحمة كده يظبط الدماغ، مع شوية رز بشعرية، حاجة كده قمر. تعالوا ندخل مطبخ الرضا، نسمي الله ونصلي على رسول الله، واقول لكم كل التفاصيل عن البامية. اولا، اول ما بنجيب الباميه لازم نجيب الباميه اللي القمع بتاعها بيكون لونه بيتي كده او بنفسجي كده. دي احلى باميه ممكن تاكليها، بتبقى مسكره وبيبقى طعمها حكايه. ما تجيبيش الباميه اللي كلها خضره، دي افضل انواع الباميه. ولما تجيبيها هاتي المقاس الصغير، يعني حاولي تجيبي المقاس الصغير، ما تجيبيش الكبير. التقميع بتاعها زي ما انتم شايفين. طبعا قبل ما بتقمعيها بتاخديها تغسليها كويس تحت الحوض، وبتحطيها في مصفى، وبعد كده بتمسحيها بفوطه وتسيبيها لما تنشف معاكي شويه، وبعد كده بتبداي تقمعيها علشان الماده اللزجه اللي فيها ما تنزلش معاكي في الطماطم، وتبقى مش حلوه، يعني ما تعجبكيش. زي ما انتم شايفين كده تقميع الباميه، زي ما انتم شايفين انا باخدها كده بزاويه علشان تدي منظر حلو. وما تعمليهاش خالص من النص، ما تفتحهاش من النص. ليه بقى؟ لانك لو فتحتيها من النص هينزل البذور بتاعتها في قلب الدمعه بتاعتك، هيبقى شكلها مش حلو. اول حاجه جبت حله على النار وحطيت فيها معلقه من السمنه، وزي ما انتم شايفين انا عندي اللحمه كنت سلقاها نص سليق. لو انت عايزه تحطي اللحمه نيه مفيش مشكله، بس احنا بنخليها نص سليق علشان خاطر تستفاد بالشوربه بتاعتها. اول ما اللحمه كده شوحتها تشويحه بسيطه، بالظبط حوالي دقيقتين كده على النار، تشويحه بس بسيطه كده، وبدات نزلت معايا ببصلايه متقطعه تقطيع رفيع. هقلب بقى البصله كده مع اللحمه. انا مش عايزه البصله خالص تتدبل، لا انا عايزه البصله تتدبل، مش عايزه البصله الدنيا دخلت في بعضها. مش عايزه البصله معايا تحمر، انا عايزاها مجرد ان هي تتدبل بس. اول ما بدات كده معايا احس ان هي دخلت معايا في تتبيله كده، نزلت معاها بمعلقه من الثوم. والباميه هي بتعشق الثوم، يعني الباميه بتحب الثوم جدا. بدات بقى اقلب الاتنين، واول ما ريحه الثوم معايا تطلع هبدا انزل الباميه. هشوح الباميه بقى تشويحه كده مع البصل والثوم واللحمه. يا سيدي على الجمال يا سيدي، هتاخدي ريحه حلوه قوي. هنقلب زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده او بالظبط 3 دقايق، يعني مش هتكتري 3 دقايق وانت هتلاقي لون الباميه بدأ يتغير. وانا بشوح كده بقى معايا قرنين فلفل حامين كده، مش هفتحهم ولا اي حاجه، انا انزلهم بس كده يدوني بس ريحه حلوه مع الباميه. لو انت حابه عندك اطفال ومش عايزه تحطي الحامي ده، ممكن تحطي قرن فلفل بارد. عايزه تحطي هريسه شطه مفيش مشكله برضه. وبعد كده الطماطم عندي كانت حمراء، ما حطيتش صلصه طماطم، نزلت بالطماطم اللي انا مصفياها كويس. الباميه بالذات لازم تكون الطماطم بتاعتها مصفيه. وبعد كده نزلت بكمون وفلفل اسود، وطبعا مكعب من المرق وملح، وطبعا معايا نص معلقه سكر، ودي ما تستغنيش عنها ابدا عشان حموضه الطماطم، والبابريكا. هقلب الكلام الجميل ده مع بعضه، وهسيبه طبعا على نار عاليه في الاول، وبعد كده ههدي النار شويه. هسيبها على نار عاليه اول ما تغلي، وبعد كده ههدي عليها النار شويه. تعالوا بقى شوفوا بقى دلوقتي كانت خلاص معايا دخلت بقى في سوا، وبدأت بقى تتسبك زي ما انا عايزة كده، وبقت الامور بتاعتها تمام. طبعا انا عندي شوربة. الشوربة اللي انا كنت سالقة اللحمة نص سليق علشان اكمل بالشوربة. لو انت بقى ما عندكيش شوربة هتعملي ايه؟ هتحطي مية سخنة، مفيش مشكلة، انزلي بمية سخنة عادي. ممكن انا ما عنديش لحمه وعايزه اعملها من غير لحمه، مفيش اي مشاكل، امشي برضو شوحي الباميه مع البصل والثوم وكملي بنفس الطريقه. التركايه بقى اللي بتظبط معانا الكلام صح اللي هي بتاعت امي وجدتي، الطشه. انا بعمل لها طشه، باخد كده معلقه من الثوم على معلقه كده من السمنه، وببدا اقلبهم مع بعض كده. اول ما التومه بتاعتي بتصفر بنزل على الباميه على طول بيها. الطشه دي بتفرق قوي في بطعم الباميه، وبتخلي ريحتها بصراحه يا جماعه تحفه. ريحتها بتفحفح كده، وبتخلي لك الباميه بتروح في حته تانية. اول بقى ما اللون اصفر الدهبي، اللون الحلو ده، تعالوا بقى روحوا معايا كده نطش الطشه بتاعتنا تش. لازم تعمل تش، دي اول ما تعمل تش كده خلاص. نزلنا بقى كده زي ما انتم شايفين على الباميه، وهنبدا بقى نقلبها زي ما انتم شايفين، حاجه كده قمر.
تبارك الرحمن ريحتها بتبقى زي الفل. عندك طاجن فخار مفيش مشكلة، عندك صواني زي دي كده مفيش مشكلة، الصواني اللي هي الحراري برضو مفيش مشكلة، هندخلها الفرن بس تاخد وش ونخرجها تاني. طب انا ما عنديش لا ده ولا ده وعايزة استكفى بيها كده، استكفي بيها كده مفيش مشكلة برضو خالص. في كل الاحوال هتمشي عادي يعني. دخلتها بقى خدت وش، وزي ما انتوا شايفين طلعت معايا كده مستويه سوا كهرمان، وشكلها كان ولا اروع ولا اجمل من كده. مع طبق بقى رز بشعريه كده كنا عاملينه، اللحمه كملت تسويتها، الباميه طالعه مستويه سوا كهرمان، التسبيكه بتاعتها حلوه قوي. بتمنى انها تعجبكم، ولايكات من ايديكم الحلوه، والسلام عليكم ورحمه الله.